عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كل عيدكم يا رب. النهارده معاكم من عملت بطة. هنعمل معاكم لحمة اهي. انا حطيت راس مستكة، حطيت بتاع دي كبابة صيني، وحطيت حبهان، وحطيت ورق لورا، وحطيت بشرة جوز الطيب، وعمالة اديها صدمة على النار اهي. عملت البيضة نشفت معادش فيها حلو، اديناها صدمة حلو كده على النار. حطيت حبة فلفل سمرا، معانا معانا جزرة، معانا بصلة، معانا حبات طماطم، معانا نص جرن فلفل اهو. نحطها على حطينا على مية تغلي، نبطلها صدمة حلوة اهي. عشان هنعمل معاكم بسلة، بس احنا عاملين اللحمة لراحة عشان اللي متابعينا على طول عارفين. انا ما باكلش اللحمة القطعة دي، مش لو حطيتها في البسلة مش هيبقى. هتاخدلها صدمة حلوة كده عشان علاء مش هياكل لحمة. نعمل له برضه اللي هو بيحبه، نعمل له كفتة نص كيلو لحمة مفرومة اهو. ومعانا بصل هنعمل نعمل بصل نبشرها ناعم كده، ونعملها ونصفيها، ونخرط جرن فلفل برضه عليها. والبصل التاني ده نعمل بصل على البسلة، بصل نحطها فرشة تحت الكفتة عشان علاء بيحب الكفتة تبقى محطوط عليها ايه، تحت منها فرشة كده طماطم وبطاطس وفلفل وكده. معانا طماطم من البسلة، معانا بسلة خضرا اهي هنفرفطها بس لما نعمل الصلصة ونعمل بتاع لو هنقطع الطماطم نضربها في الخلاط ونعمل فرشة للكفتة، ونبشر بصلة الكفتة، ونرجع معاكم تاني. واحنا مرقنا على اللحمة المية بتاعت اللي هنحطها على اللحمة عشان اللحمة بتاخدها. حبايبنا اللي مش مشترك معانا واللي بيشوف تيتا بطل أول مرة يشرفنا إن هو يشترك معانا، وحبايبنا اللي معانا من الأول برضو يدخلوا يعملوا لنا كده لايك حلو كده عشان اللايك بيرفع الفيديو، وكتبوا لنا كومنت حلو، وقولوا لعلاء كل لحمة. وعلاء هو اللي معايا اللي بيصور، وهو اللي بيقرا برضه لما بتكتبوا كومنت ولا كده بقراه. ابعتوا له قولوا له قولوا الفرق بين دي وبين دي وكل لحمة علشان كده غلط. مع البصل ومع الطماطم والجزرة ثانية وحتة الفلفل، ونحط عليها الماء اللي بتغلي اهي. لو كده كنت عملت شواحتها برضو كده، وراح حط عليها الطماطم تتسبك معها، واقطع عليها كده مع ما الطماطم تتسبك. كان هي استوت، احطها في لو انا هحطها في البسله يعني. اهو يا حبايبنا اللحمه اللي بتاخدلها صدمه مش بتطلع ريم، لو طلعت حاجه هي بتغلى. نحط عليها بتاع ده فلفل اسمر اهو، بتاع ده حصى وكباب صينه. لو طلعت حاجه بسيطه برضو كده اهي بنشيلها. على شعر السكر كمان، سكر صغير عشان تستوي. انا لما بتطلع ريم بنروح شايلينه بالمعلقه بالراحه برضو كده عشان مش هتشيل البهارات اللي انت حطها، الفلفل الاسود والحبهان والحاجات دي. نقطع عليها كده ونوطي عليها عشان تستوي حلو على النار. ونفرفط البسله، بس هعمل اللحمه الاول على الكفته عشان اعملها، عشان تعمل في التتبيله بتاعتها كده حبه معاك لما اصبح. جبنا بصله وحطيت فص مستكه، حطيت حبه فلفل اسمر، وعملتها حلو كده، تبلتها كده حلو، خليتها تصفر كده، ورحت كاتبه ايه فوق منها حطيت معلقه فابريكا، حطيت فوق منها الصلصه الطماطم تتسبك وموطي عليها، تتسبك على مهله معاك لما فرفط البسله وكده. واللحمه هي تغلى اهي، وموطي عليها برضه عشان تستوي على مهله. اللي فوق ده فلفل، ده حبهان بتاع ده كبابه ثاني، وفلفل اسمر حصى. سكر هنا على الصلصه تتسبك حلو. اهو يا حبايبنا معانا حبه كزبره ناشفه، حبه قرفه، حبة فلفل سمرة، شعرة كمون صغيرة للطعم يعني، حبة فابريكا، حبة سماق، دي هندعي صلصة صغيرة. هم بس 3 فصوص ثوم يعني حلوين يعني كبار حلوين.
معانا فلفل اخضر خرطان نعمله، معانا بصل اهي واخده الميه بتاعتها، حاطه عليها معلقه، حته معلقه من بتاعه الطماطم اهي عشان اصبع بها الكفته، وحبه خضار بتاع دون كزبره وبقدونس، الورق بتاعها بس. نقلب كله في بعضه كده من بهارات كفته اهي، خلي طعمها حلو وريحتها حلوه. معانا باكو باودر هنحط منه شويه، نحط منه حبه صغيره كده بتخليها هشه وحلوه. المعلقه دي يعني معلقه كبيره، بس انا حاطه حبه صغيره طلع 4 معلقه. معلقه خل اهي، معلقه حلوه كده. نحط حبه خلينا في اللي احنا هنصبع بيها. نحط معلقتين زيت عشان هي مش عليها دهنه خالص، عشان دي الكفته بتاعت علاء مش عليها ريحه الدهنه اصلا. طلع معلقتين زيت كده عشان ايه مفيش الا غير هي اللحمه جايه كده يعني جايه مفرومه وفيها مفيهاش دهنه. في السمرة هنقلب ده كله في بعضه، هقلبه كله في بعضه وهحطه في التلاجة، واجيب حبتين بس اقشرهم، بس اقشر البسلة واجهز لغاية ما علاء هيروح يصلي. تصلوا في الكعبة كلهيتكم يا رب، وتنعدلها بخير كلهيتكم، وربنا يكفيكم شر الامراض يا رب كلهيتكم. هيروح يصلي بقى، وانا هعملها اقلبها في بعضها تقليبة حلوة كده، اسمخها في بعضها واروح جايه ايه عينها في التلاجة معاك لما فرفط البسلة عشان قبل ما الصلصة تتسبك. وقت ما علي يجي من الصلاة هرجع معاكم تاني. كل جمعة وانتم طيبين جميعا، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. ومش تنسونا بقى يا حبايبنا تشتركوا معانا، اللي مش مشترك معانا اللي بيشوفنا أول مرة يشترك معايا، واللي معانا من الأول كده يكتب لنا يحط لنا بتاع دون لايك ويكتب لنا كومنت حلو، وربنا يجازيكم خير كلهيتكم يا رب، يكفيكم شر الأمراض كلهيتكم. وفصل التوم للي مش بيحب التوم، لو حط فص واحد التوم بيخلي ريحتها حلوه. حبايبنا هنرجع معاكم بقى لما علي يجي من الصلاة. صلوا في الكعبة جميعا يا رب. البسلة الأول يا رب. حبايبنا البسلة عمال خرطتها، بعدين البسلة ممكن لو جاهزة متفرفتة كنت الواحد يحط ساعة ما يحط الطماطم عطلت السبك في بعضها، ممكن احطها في البصل. عملت الجزر وحطيتها عشان على ركن، عشان كان في جنازة، في واحد هنا ميت اسمه الحاج نجاح الله يرحمه يا رب، موتنا وموت الناس كلها يا رب. احنا خرطت جزرتين هما وبصلتين هما، وانا فصين توم اهو، حبتين طماطم، وجرن فلفل حر وجرن مش حر اهو، معانا حبتين بطاطس، معانا توابل اهو، معانا فلفل اسمر، ومعانا كمون وكزبره وفابريكا. نحطها كده نقلبهم في بعضهم. حب الزيت دي الفرشه اللي هنحطها تحت معلقه خل صغيره اهي. هنا حطينا هو ميه البصل وحبه زيت صغيره وحبه فلفل اسمر. هنقلب ده كله كده في بعضه كده. ده الزيت اللي انا بفضيه وحطيته هنا، وبتاع ده وعودين خضار، حبه خضار كده من اللي انا خرطاها دي كله بتبقى في بعض الصينيه تحت الكفته. على بحبها كده، وبعدين هي بتبقى طعمها حلو جوه. لو مش مجربين الطريقه دي جربوها، تاكل البطاطس والخضار دي كده بتبقى طعمه حلو. عامله البطاطس رقيقه عشان تستوي، والبصل برضه عامله طرنشات رقيقه اهو، والطماطم دي واكله الطريقه دي كده. وهنصبع الكفته اللي يريحكم انتوا. هو عايزنا هنا على بحب صابع الكفته تكون رقيقه ورفيعه كده وصغيره، بس ايه اللي انتوا عايزين تعملوه انتوا اعملوه. كده الكفته يعني بترجع تكش، بس هي
احنا برضه حاطين عليها بودر بس برضه بتكش برضه. الطريقة دي كده يا حبايبنا. بس كده كبر الثغرة هنعملها كده، وعلى بقول صغريها عن كده كمان يعني، وعلى مش هياكلها الا روحك الكل هياكل منها بس الاسم اللي عليها، عشان هو مش عاوز ياكل لحمة يا حبيبنا. بالطريقة دي كده هنصبحها كلها بالنظام ده، وهنرجع معاكم تاني. الطريقة دي انتوا ما حطيتش عليها ميه ولا حطيت عليها حاجة، هي اللي بتاع دي بتنزل البصل والحاجات دي، بتنزل بتاع دي اللي فاضل منها، دي اللي كنت بصبع منها الكفتة. الصلصة مية البصل والفلفل الأسمر والكمون وكده. نحطها في الفرن، الفرن مولع من فوق ومن تحت نحط في الصينية. لو الجزر في الصلصة لسه مش حطيت عليها مية خالص، أنا موطي عليها عشان تستوي كده في الصلصة وتشرب من الصلصة كده. معادش معانا نعمل الرز. حطيت عليها حبة ملح عشان ما كنتش حطيت ملح، وصفيت الشوربة عشان احمر لسان العصفور وافضيه فيها، بس هي مطفى عليها كده. البسلة حطيت لها القعد بتاعها تبع ما انتوا حابين، عايزين تخلوها كده. انا كنت حاطه عليها واحط عليها حبة كمون، حبة فلفل سمرة صغيرة، احط عليها فلفل اسمر في البصل، وحبة ملح صغيرة عشان الكمون والحاجات دي انا بضيف عليها ملح بس بسيط. خليها تغلي، انا موطي عليها خالص، خليها تغلي شوية بقى على على التوابل دي وهطفي عليها. عملت فيها وش شعرية حمرت اهو، حمرتها تحميرة كده، حطها عندي بطيئة حط عليها نحط حبة ملح كمان عشان من كتر الرز. يا حبايبنا عايزين تشطروا زي العسل، لو حبيتوا تشطروا عروسكم من فوق، بس احنا برضه بنقضي يومنا معاكم وبنوري حبايبنا بناتنا العرايس والصغار، البنات اللي في الكليات واللي في السنة ربنا يكرمهم ويملكنا، ربنا يفرحهم كلية ويفرح الصبايا ويفرح الشباب يا رب. نسخن في بعضه كده يعني. عندي كده ايه، انا هشوح تشويحه حلوه، العين مش عاليه، وانا حاطه النار النار الميه على فلتات التاني. يا سلام لو انتوا معانا وشمين الريح. انا جبت منها جو من ريحتها. انا حاطه تحت منها بطاطس وبصل والجزر والفلفل والحاجات دي، فمش هتتحمر من تحت، انا قلبتها على الناحيه التانيه. تشويحه حلوه تعملوا حسابكم الرز يمضي رز جديد. يا حبايبي حلوه قوي، انا مكتره الشعريه عشان كده، والرز جديد ومش مكتره الميه عشان كده. معانا طاسه على النار عندها زيت صغيره، لان انا بوطي النار وبقى بحمصها تحميصه حلوه كده عشان اعمل فيها لسان عصفور كده اهو. الطبخ استوى والرز على النار، لسان العصفور ده هحمره واروح جاي احطها هنا على الشوربه، وهتغلي لها غلوه واحده بس بعد ما تنتهي. اتحمرت وبقت جميله ازاي، وعملت البطاطس انهارت اهي. كفته مولعه نار ازاي، الكفته عامله ازاي اهو، من كتر السوا بتنعمل من بعضها. مش قلبها عامله ازاي عشان على مش عاوز حد يجي ناحيه الكفته تكون مشويه شوا. ورقه سلوفان صغيره، طبق صغير اللي ريحته كده، نضع الزيت عليها هي
شمين الريحة، احنا بنحب ريحة الفحم. شوفوا انتوا بتحبوا ريحة الفحم زينا ولا ايه؟ الريحة مغطين عليها كده، الريحة جميلة. ومش تنسونا بقى يا حبايبنا اللي يحب تيتا بطة يحط لها لايك، وبالله عليكم كل اللي يشوفني وكل اللي يشوف القناة بتاعتي قناة يومات تيتا بطة، اللي مش اشترك يشترك معايا، واللي مشترك معايا يحط لي لايك ويعمل لنا كومنت حلو، وربنا يجازيكم خير كل عيدكم يا رب، ويبارك لكم في صحتكم وفي مالكم. كان حاطه العدس الصغيره خالص لان العدم كتير ملوش لازمه يعني. بخليه يتحمص تحميص كده، يتحمر، وبخلي بالي منه يتحمر تحميره حلوه، عشان لما يتحمر تحميره حلوه تحبها مش بتفرش كتير، وتحميره كده وتحمريه شعوطه كده وتخليه يشعفط من غير ما تغطي عليه، فبتبقى تحط لسان العصفور في الشوربه تلاقيها ابيضت كده وشكلها مش حلو. اهو يا حبايبنا لسان العصفور اهو، القدام فوق اهو، مش شرط القدام يكون كتير عشان تعرفي تحمري الحاجه. توطي عليها وتقلبي كده بتتحمر زي ما كنا متحمصه تحميصه. هتركها لون واحد ازاي اهو. نحط بقى الشوربه كده على النار، هنحطها بس لو الشوربه بتغلي من الاول هسيب الشوربه بردت، لو الشوربه بتغلي من الاول هروح احطها تغليها غلوه واحده واطفي عليها، هي هتغلي برضه غلوتين اتنين كده واروح طفي عليها على طول. هي بقى كده بتعمل مش قلبته هنقلبه معاكم اهو. الرز احنا مش هنعمل ميه عشان الرز جديد. حطيت كيس شعريه برضه على الرز يا حبايبنا بالطريقه دي هنا. لسان العصفور هيغلي واطفي عليه، ودقيقة بقى واحنا كده الرز اهو هنموطي عليه خالص، ودقيقة واحدة واحنا هنرجع معاكم تاني واحنا بنسلق. غدانا معاكم يا حبايبنا النهارده اهو، غدانا معانا يا حبايبنا النهارده، غدانا معاكم النهارده اهو. اتفضلوا الغدا معانا، يا مرحب بيكم كل عيدكم، غدا سهل وبسيط بس احنا بنقضي يومنا معاكم. الكفتة اللي احنا عاملينها لعلات البطاطس والبتاع والرز والبسلة واللحمة ولسان العصفور هما. اتفضلوا الغدا معانا كل عيدكم، يا مرحب بيكم، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. وان عجبكم الفيديو بتاعنا اشتركوا معانا في القناة، اللي ما اشتركش اشترك معانا وفعل الجرس عشان كل ما حاجة توصلكم. واللي حبايبنا برضو اللي معانا من الاول يحطوا لنا لايك ويكتبوا لنا كومنت حلو كده. وكل سنة وانتم طيبين جميعا، وربنا يجازيكم خير كل عيدكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.